اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده الجزء الثاني من سلسله هنستكشف فيها اماكن وخدمات بتتقدم في السويد من فلوس الضرائب. النهارده هنستكشف مع بعض يوبيليومز بارك او حديقه يوبيليوم، وهي حديقه اتبنت السنه اللي فاتت بمناسبه احتفال مدينه توبوري ب 400 سنه. يوبيليومز بارك كلف الحكومه السويدي او مدينه توبوري 250 مليون كرونه تقريبا، يعني معدل 25 مليون دولار. هنا عندنا مكان لعب للاطفال، وزي ما انتم شايفين المكان فيه العاب كتيره جدا للاطفال ان هم يقدروا يمارسوا حريه ويلعبوا براحتهم. السويد مهتمين جدا بحاجه اسمها اماكن لعب للاطفال، لان شايفين ان ده جزء مهم جدا في تطور عقليه الطفل. هناك كمان في سونا، الواحد ممكن يجي يعمل سونا ببلاش، بس لسه ما خلصتش وفي شويه تعديلات لسه بيعملوها. طبعا لازم يكون في ريسايكلينج، عندنا الازاز الملون وفاير جلاس الازاز الشفاف، عندنا بلاستيك البابش في باكنينج او الورق، وكمان اي زبالة تانية ملهاش علاقة بالحاجات دي. في كمان شويات، هنا 3 شويات الواحد ممكن يجيب الفحم بتاعه يجي يشوي بقى، يعمل اللي هو عايزه، يشوي فراخ يشوي لحمة ايا كان. في كمان 3 حمامات سباحة، عندنا مية عذبة وحمامين سباحة مية مالحة، فتيجي هنا بالاولاد تعوم ببلاش، مية مالحة مية عذبة، بعد كده تروح الشاور تستحمى، كله متوفر ليك. ده نظام التنقية لحمام السباحة المياه العذبة. المياه بتتضخ بمواسير من حمام السباحة وبتيجي هنا بتترش فوق الزلط ده، فالمياه بتنزل مع الجاذبية في طبقات زلط ورمل فوق نظام الفلترة ده، وترجع تاني لحمام السباحة زي ما انتم شايفين. فنظام تنقية المياه طبيعي مفهوش أي مواد كيماوية. المكان جميل جدا، بس هل يستاهل فعلا 250 مليون كورونا سويدي او 25 مليون دولار؟ طبعا حديقة جميلة جدا فيها 3 حمامات سباحة، ممكن تيجي تشوي تلعب مع اولادك. وهنا في الصيف الواحد ممكن يجي يركب كاياك ببلاش او يركب مركب شراعي. ودي كانت جولة سريعة في يوبيليومز باركن، واحد من احدث الحدائق هنا في مدينة توبوري. تعالوا نستكشف مكان تاني. والنهارده مكملين جولتنا في واحده من اكبر الحدائق هنا في مدينه توبوري، هي سلوتسكوجن. زي ما حكيت في الفيديو اللي فات ان السويد ما فيهاش نوادي، فهنا كل الاماكن مفتوحه لكل الناس، فانا قلت فرصه ان انا اصور الاماكن العامه واوريكم الاماكن العامه هنا في السويد. بما ان الجو بقى حلو والدنيا حررت، المكان هنا جميل جدا ومن الاماكن المفضله بالنسبه لي هنا في مدينه توبوري. تيجي انت بقى والعيله، تيجي باولادك تقعد في الجنينه تعمل بيكنيك، في شوايات ممكن تيجي تشوي اكل وتعمل جريل، وبعد ما يخلص شوي يجي يرمي الفحم هنا في مكان مخصص للفحم، فعشان الحرايق وكده فتيجي ترمي الفحم القديم هنا وتطمن. شوفوا الميز اللي ورايا ده، الناس تفضل تدور على بعض. دكة الدردشة اللي انا صورتها في الفيديو من فترة قريب، فهنا في مكان كبير جدا للاطفال ان هم ييجوا يلعبوا براحتهم. نكمل جولتنا، نطلع فوق بقى نشوف. وفي كمان حديقة حيوان هنا في سلوتسكوجن، بس مفيش حيوانات النهارده، معرفش ودوهم فين، سرحوهم في حتة تانية. المكان اللي ورايا ده ممكن تستغربوا وتقولوا ايه الشخبطه اللي ماليه المكان ده. ده مكان مخصص للجرافيتي او فن الجرافيتي، ومسموح لاي حد يجي هنا ويمارس الهوايه من غير اي مشاكل. المبنى كله متغطي بالجرافيتي. في برضه سكيت بارك في المكان، ففي هنا اماكن لكل الاعمار، صغار كبار الشباب يجوا يمارسوا هواياتهم ببلاش. بس كده، ودي كانت جولتنا النهارده في بعض الحدائق هنا في السويد، وده جزء صغير جدا من الحدائق اللي موجوده هنا في السويد والاماكن العامه. هي دي فراخ بلدي اللي هنا، فراخ بلدي بتهيألي.